خدم اللوجيك، ولكن اللوجيك ما كتقولش شوف، ما خدمش اللوجيك، اللوجيك كتقول أنه خصو يختار تراجي من لي تراجيات اللي قالوا ليه برج المراقبة، لا لوجيك، لا 155 أوكي، imagine 155 بشر معاك وعندك l'expérience وعندك زعما الresponsibility عليهم على حياتهم، مي عندك choice جوج لي choice اللي عطاوك البرج المراقبة هذيك هي لا لوجيك، لا لوجيك في هذه اللحظة هي لا لوجيك، هو ما اختارش هذيك، الكل مشى بالفيلين فهمتي، مشى بالفيلين ديالو I don't know واش شاف شي فيزيون واش تاق في راسو، تاق في راسو ما عرفتش. النافذة وبان لي واحد النهر وغادي نهبط فيه الطيارة. تعرف في GTA وما نديرهاش أنايا، باش تعرف أنا في GTA وما نديرهاش. برج المراقبة بقى ساكت ما جاوبوش كاع بمرة، حيت لأول مرة غيسمعوا هاد الجملة في التاريخ ديال الطيران كامل. كيفاش ممكن طيارة مدنية وعامرة بالمسافرين غادي نهبطوها في واد نهر، واو. وهذاك النهر كان وسط المدينة، يعني ماشي نهر واو. معزول، يعني كانت مغامرة من طراز الرفيع. البيلوت تما قرر غياخد الطيارة كاملة بالمسافرين ديالها وغيديها للواد واللي ليها تما البيلوت سالي غيدور الطيارة وغيتجه نحو النهر واللي كان بالضبط نهر هيدسون، وكانت عنده معادلة مرعبة جدا. غادي يهبط الطيارة فوق النهر، ولكن النهر ماشي بحال مدرج الهبوط اللي كاين في المطار، الى مال غير شويه لليمين الطياره غتفرقع من هاد الجهه، والى مال شويه للشمال الطياره من هاد الجهه غتفرقع، والى هبط بزاويه شويه هابطه بحال هكا الطياره غتغوص وسط النهر، وفي حاله ما هبط بواحد الزاويه شويه طالعه الطياره غتوقف عموديا وغتفرقع في النهر. يعني هامش الخطا كان تقريبا صفر، ما عندوش فين يخطا، خاصو يهبطها بواحد الزاويه دقيقه محسوبه رياضيا بالمليمتر. وتخيلوا معايا هاد الاحداث كامله من اقلاع الطائره الى اتخاذ القرار ديال الهبوط في النهر، هادشي كامل وقع غير في 208 ثانيه. واو واو واو. هنا دابا الدراري الفيزيك كتدخل، هنا الفيزيك كتدخل لونغ اللي غادي يدخل بها، لونغ اللي غيدخل بها ديال الماء تما غادي تحدد ليه لا فورس دو فروتمون بالعربيه قوه الاحتكاك، هذيك قوه الاحتكاك الا كانت بزاف خرجت على واحد الانترفال تما غيقدر يتهرس الفيزلاج ديال الطياره، فهمت تما غيتهرس الفيزلاج ديال